أشهر 5 علماء جزائريين برزوا في أمريكا. سجلت الجامعات الجزائرية تخرج آلاف العلماء في مختلف التخصصات، بقي بعضهم في الداخل بينما هاجر البعض الآخر بحثا عن فرص ملائمة لتطلعاتهم. تعرف على أشهر 5 علماء جزائريين تألقوا في أمريكا. إلياس زرهوني رفقة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش. في 26 ماي 2002 أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قرارا بتعيين الدكتور إلياس زرهوني مديرا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية. ظل زرهوني مسيرا لهذه المعاهد التي تضم 27 معهدا ومركز بحث إلى غاية 2008. إلياس زرهوني متخصص في الطب الإشعاعي، ولد في تلمسان غرب الجزائر يوم 12 أبريل 1951. حصل على شهادة الدكتوراه في الطب عام 1975 قبل أن يسافر على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليشتغل في مجال البحث والطب. عمل في الثمانينيات بقسم الطب الإشعاعي في كلية الطب بفرجينيا الشرقية، وتدرج في مسؤوليات عدة بجامعات طبية، ثم انكب على البحث العلمي المرتبط بالتصوير الإشعاعي والتشخيص المبكر للأمراض السرطانية. حصل على الميدالية الذهبية للعلوم في أمريكا ووسام فارس جوقة الشرق عام 2008 في فرنسا. نور الدين ميليكشي من بوميرداس إلى ناسا. ولد نور الدين ميليكشي عام 1958 في ولاية بوميرداس، والتحق بجامعة باب الزوار التي حصل منها على شهادة الدراسات العليا في الفيزياء، ثم سافر إلى أمريكا للدراسة. حصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء عام 1987 من جامعة ساسكس البريطانية. أسس 3 مراكز بحثية متخصصة في العلوم البصرية والأبحاث التطبيقية بجامعة ديلاوير بأمريكا، وهو واحد من أبرز العلماء الباحثين في وكالة ناسا. قاد فريق مركبة كيوريوسيتي الأمريكية التي حصلت على الصور الأولى للمريخ. كرمته شبكة الجزائريين الأكاديميين والعلماء الباحثين بجائزة أفضل منشور علمي سنة 2016، لتضاف إلى 8 جوائز أمريكية حصل عليها. 3. محمد أمقران شريفي، عالم اقتصاد جزائري جمع بين العلم والسياسة، ناشطا في جبهة القوى الاشتراكية التي كان مقربا من قيادتها، كما عمل منسقا للاتحاد العالمي للمدن ضد الفقر ضمن برنامج للأمم المتحدة. من مواليد ولاية تيزي وزور عام 1942. درس في جامعة غونوبول الفرنسية التي نال منها شهادة مهندس، ثم حاز شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. تخصص في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية. عمل لسنوات في أمريكا ضمن فريق خبراء التنمية لدى الأمم المتحدة. مصطفى إسحاق بوسحاق الباحث عن النجوم. مصطفى إسحاق بوسحاق يفتخر أبناء مدينة بوميرداس كثيرا بابن بلدتهم عالم الفيزياء الفلكية الذي ولد فيها سنة 1967، ودرس مراحل التعليم كافة بالجزائر إلى أن انتقل إلى مدينة مونتريال الكندية لإتمام دراسته هناك. في سنة 1994 تحصل مصطفى إسحاق بوسحاقي على الليسانس في علم الحاسوب من جامعة كيبك الكندية، ثم شهادة ليسانس في الفيزياء من جامعة مونتريال عام 1998. بعدها عمل أستاذا في مجالات البحث العلمي بجامعات عدة، من بينها جامعة تكساس بدالاس وجامعة جونز هوبكينز في بالتيمور. اشتغل على البحث في مجال تمدد الكون والطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وكانت بعض أبحاثه مدعمة من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية. له مئات المقالات والأبحاث العلمية في الدوريات والمجلات العلمية العالمية، وهو من أعضاء الجمعية الفيزيائية الأمريكية. 5. كمال يوسف التومي، نابغة الروبوتيك، يعتبر من أكثر المتخصصين في علم الروبوتيك بعدما اخترع أسرع إنسان آلي يمكنه كتابة 1300 سطر في الثانية عام 1990، وهو من أشهر العلماء الذين هاجروا إلى أمريكا. ولد كمال يوسف التومي في ولاية المدينة بالجزائر، في ولاية المدية أو المدية بالجزائر. كان شغوفا بالهندسة الميكانيكية وتطبيقاتها، أهلته قدرته لأن يشغل منصب مستشار مؤسسات وشركات عالمية عدة. درس في معهد
سيتش للتكنولوجيا، وسجل مشاركته في 60 دورة ومحاضرة بالجامعات الأمريكية، كما أدار بعضها. تخصص في الأنظمة الديناميكية والروبوتات ودقة تصميم الجهاز.